مبارك طارق. يا اخي كل الناس يقولون انا وانت نتشابه. واجد هلا خلفان مبارك مبروك تسهلون. هلا كابتن مساعد معك شرف. طيب خلونا نحن نبارك لكم، خلونا ننتقل الى عمر المقري في ارض الملعب وهذه اللقاءات ثم نعود الى نجوم نادي السد في الاستوديو. تفضل عمر. شكرا لك يا محمد. وهذا ناصر نبيل جاب لك عمر كأس البطولة ايضا في احضان نادي السد في قطر. احنا في اي بطولة في المدرسة في اي مكان نفوز دائما يا ابو يا ابو تراهم يا ابو. سمعتكم غنيتوها تحت صح؟ لا والله مو مغني. لا هني مو مغني. انا ما قلت بتغنوا. انا قلت تحت غنيتوا ما شاء الله ما اخذت شيء ما سويتوه تحت. اول شيء الف مبروك. ابدا معك طلال الف مبروك. اجمعنا احنا نتابع المباراه كابتن نواف والكابتن ابراهيم خلفان وايضا كابتن عبد المجيد الشتالي على مجهودك الشخصي انت اولا في مباراه اليوم. اعتقد انك ركضت يمكن اكثر من 13 الى 14 كيلو في مباراه اليوم. تهنئه خاصه لك ولكل لاعبينك على المجهود. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتم يعطيكم العافيه صراحه تواجدكم معنا هنا ايضا تعب عليكم الله يجزاكم خير. اما على الجري او المستوى هاي فضل طبعا جميع اللاعبين. اذا كانت المجموعه كلها تشيل بعض اكيد اللاعبين الثانيين كلهم يبينون. اكيد اذا كان لاعب او لاعب شيء يختلف الوضع اكيد ما حد راح يبين، ما راح يبين الفريق بالمستوى الطيب. لكن اليوم الحمد لله كانوا رجال الكل قد المسؤوليه من المهاجمين لنص للدفاع لحارس المرمى. وهذا سر تعبنا من المجموعات الاولى. كنا دائما يد واحده من ربع مقعد مثل ما من ربع مقعد. ممكن ما حد كان يتوقع ان نتاهل من المجموعه الاولى، لكن الحمد لله طموحنا ما يتم عبث. احنا صمنا 3 سنين ما اخذنا اي بطوله اي محليه. كل الناس يعني حتى ممكن نطلع من الشارع كل الناس تتكلم علينا يعني اي شيء اي لعيبه انتم لكن الحمد لله اليوم اخذنا البطوله الاسيويه. خلينا نسمع كابتنكم ايش رايك عبد الله الكوني. يلا تفضل معه. يلا خلينا نسمع عبد الله الكوني مع فيصل عبد الله. تفضل فيصل. شاهدنا اذا لقطات احتفال نادي السد. انتم كي تحولتوا مفتاح سياره جيتار ترى مفتاح سياره. هو اعطانا طرب مع الفرحه بعد طرب سوينا جيتار. طيب تحدثت عن صعوبه المشوار وبالفعل يمكن مباراتكم الاولى كانت مع الاتحاد السوري بطل كاس الاتحاد الاسيوي لكره القدم. كان فايز على القادسيه حامل لقب كاس الاتحاد. مجموعه صعبه جدا واحده من اقوى مجموعات النصر السعودي بختكور روزبكي والاستقلال الايراني. مع ذلك ما شاء الله وصلتوا المباراه النهائيه واخذتوا الكاس. الحمد لله. ولعبنا ايضا مع سبهان ومن ثم سامسونج يعني كلها فريق قويه يعني جدا قويه يعني ما صادفنا ولا فريق ضعيف بهذه البطوله. صحيح. لكن بعزيمه الرجال بشدتهم كانوا متواجدين دائما بالمواقف الصعبه بينوا الرجال اليوم. طبعا وما ننسى اكيد امهاتنا وابائنا اللي دعوا لنا في الدوحه يعني الله يجزاهم خير. ايضا الناس في عرفه كانوا يدعون لكم. الناس كلهم يعني بس اهم شيء يعني الكل عارف دعاء الوالده اكيد الوالده والوالد مستجاب لكل المسلمين. طبعا اكيد امهاتهم يعني نسمع الشباب احنا كلهم كانوا يتصلونهم. وايضا الكاس طبعا نهدي الى سمو امير بلاد مفدى ولا ولي عهده الشيخ تميم ولا الشيخ جاسم ولا الشيخ جوعان ولا رئيس النادي الله يجزاه خير موجود هنا وعبد العزيز الربان ايضا يعني كلهم كانوا متواجدين لهم نهديهم هذا شيء وان شاء الله يكون رمز لهم وان شاء الله نحتفل فيه لمده اطول والبطولات الجايه باذن الله. بس في شبه ولا ما في شبه؟ في شبه والله واجد حتى انا يقولون لي صراحه والله كثير لي شرف يا اخي. الشرف لي انا خليك. لا انا احبك واعزك صراحه. الله يرحم والديك من طيبك. خلفان بالمبارك الف مبروك. واعرف انك شخصيا مريت بفتره صعبه من الإصابة برباط صليبي مرتين إلى مجموعة من الأمور إلى التشكيك في جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2006 إلى الابتعاد مجموعة من الأشهر إلى الابتعاد حتى عن مستواك ثم العودة جاءت في الفترة المناسبة ابتداء من مباراة المنتخب اندونيسيا وصولا إلى المباراة النهائية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية الحمد لله رب العالمين على الفوز. اعتقد ان نادي السد اليوم يعني رجع للبطولات من الباب الكبير. احنا صار لنا اكثر من سنه ما اخذنا ولا بطوله محليه فما بالك ان نعود وبالشامبيونز ليج الاسيوي. الحمد لله رب العالمين. اعتقد ان هذا الانجاز جاب تكاتف الجميع من اللاعبين الاداره المسؤولين اللي ما قصروا معانا. اهدي الفوز الوالد ابوي اذا منه موجود هنا اهدي له الفوز واهدي الفوز اكيد للشعب القطري ككل ولعيبه نادي السد. هو قال انك رفعت راسه. والله يا ابوي دائما ان شاء الله راسك مرفوع وانا هالكلام قايل له من زمان. يمكن انا في اضعف حالاتي انا قايل اطرش حق ابوي مسجات واقول له ان لا يقرك اللي فيني تراها فتره بتعدي وانا في اضعف حالاتي وعنده خط في الموضوع. شنو سبب العوده بهالمستوى؟ والله ما في سبب معين. انا اكيد عندي طموح كوني كلاعب عندي طموح اني اقدم شيء لبلادي اقدم شيء لنادي. الاسم بحد ذاته ما يكفي ان يعني اخدم بلادي واخدم نادي فما في سبب معين الا انه اجتهاد في المقام الثاني في المقام الاول توفيق من الله. طيب دعونا نستمع لمجموعه من الاشخاص الذين رافقوا بعثه نادي السد في هذه المهمه الصعبه مع الزميل فيصل عبد الله. فيصل تفضل. شكرا. نقول له يشد حيله شوي مع اللعيبه محل تستاهلون. ايش تبون فيلاجي ولا انمارك؟
لا ننطر المشروع الجديد احسن. المشروع الجديد المجمع الجديد ان شاء الله. الله يزيد ويبارك له ان شاء الله. استاذ حمد الف مبروك. اول شيء طمنا على اصابتك، خرعتنا وخوفتنا، ولقطتك بالدم كانت لقطه مؤثره جدا صراحه. ناهيك عنك زميل دراسي عشان الناس يحسون اني صغير في عمرك، فاهم؟ عشان يعطيكم العافيه الصراحه على الاستديو، على الاستضافه، يعطيكم العافيه صراحه على المشوار اللي جيتوه. هاي يكفي حضوركم هنا دعم لنا في البدايه، ما نقول ضدنا. طبعا الحمد لله الاصابه هذه اللي جت المباراه الاخيره طبعا في الخشم وفي غضاري في الخشم، مو في يعني في كسر الناس ما يقولون. الاوزبكي؟ لا المقدوني ستيكو. والحمد لله ما تعرض لاي عقوبه. والصحافه الكوريه تقول ان الاتحاد الاسيوي جامل نادي السد في العقوبات. طيب يعني الحمد لله في الاخير احنا خذينا البطوله وخليهم اللي يسوون اللي يسوونه. طبعا احب اشكر اللعيبه صراحه اللي لعبوا المباراه اليوم. يعني لو واحد من اللعيبه هذول قاعد برا، اصعب لحظات تقعد برا وانت تشوف المباراه، لكن لما تلعب المباراه تنسى نفسك، لكن برا اصعب لحظات كانت. واشكرهم صراحه على المجهود اللي ادوه، يعني شوطين وتقريبا بعد طرد عفيف بعد يمكن 5 دقائق زياده. واشكر الصراحه الاداره اللي يعني سووا كل شيء لراحه اللاعبين. وفي الاخير اشكر الوالد والوالده الصراحه، دعواتهم كانت مستجابه في هاليوم العظيم يوم عرفه. طبعا نوضح ان والد مسعد الحمد مدرب في منتخب العاب القوى. بس اسالك سؤال، ايام مدرستك كنا ما نلعبك معنا، الحين راح تلعب كاس العالم للانديه، شنو شعورك؟ اكيد يعني واحد شعور تلعب بين عمالقه الكره، لكن سالفه المدرسه ما شاء الله عليك سعودين، في اي برنامج تطلع فيه لازم اذكرك فيها. لازم. ترى انا ما قلت السالفه للحين، انا قلت بس هم اصلا يدرون السالفه قبل ما تقول. يعني لما تواجه انا وياك خلاص يعرفون شو السالفه. لكن في الاخير نقول الحمد لله وصلنا يعني بعد 3 سنوات نص الشباب. 3 سنوات يعني مرينا فيها مراحل سيئه، فيتها عقب 3 سنوات بطوله نفس هذه الكبيره يمكن رد على المشككين اللي قالوا عن فريق السد. طبعا انت عارف ان بالنسبه لنادي السد نادي كبير، اكثر الانديه فوزا ببطولات، الجمهور نادي السد صعب ان تمر عليهم 3 سنوات بدون اي بطوله. صح اكيد صعب، بس في مباراه اليوم في النهائي اليوم ما كان بس السد، يعني جمهور الناس ما يقولون جمهور دوله قطر ككل كانت ورا السد. خليج وطن عربي كانوا معاكم. اي نعم كانوا ورا السد، ومبارك لهم الصراحه، ونقول لهم بدال العيد عيدين. حلو، بدال العيد عيدين. تعرف ترفع كروس ولا لا؟ لا الحين قلت اسجل ما قبل. خليني كروسات. طلال انا عارف انك مريت بفتره صعبه جدا، قدمت نصف موسم من اروع ما يمكن مع نادي الشباب السعودي، نادي الشباب كان يتمنى بقائك، جمهور الشباب كان يتمنى بقائك، جمهور الكره السعوديه كان يتمنى بقائك، ما كتب لك البقاء، مريت بفتره صعبه جدا، استبعدت من المنتخب، واعتقد هذا الرد وهذا يعني ما تحقق اليوم المستوى من نتيجه جاء في وقت مناسب على المستوى الشخصي بالنسبه لك. طبعا شوف، هو ما في لاعب يستمر يعني طول مشواره الكروي في القمه، اي لاعب يعني لازم يستفيد، بس من اللاعب اللي يعود في لعيبه كثار يعني الكل عارف اساميهم عندنا في قطر، اللعيبه من 4 ما يمكن، لكن من تصدم الحاله هاي خلاص ينتهون. لكن الحمد لله هاي بفضل رب العالمين وبفضل دعاء الوالدين استجاب لهم، وانا كنت حاضر، وحتى جدا كنت مقدم معسكر مع النادي هذا الموسم جدا ممتاز، وكنت حاب اني اعود واحب اني ارد على المشككين، حتى اتتني عروض من بدايه الموسم من ايضا انديه سعوديه. يقولون ما زالت في عروض نادي الاتحاد فتره الانتقالات الشتويه، نادي الاتحاد السعودي صحيح؟ كلموني بدايه الموسم وكلموني، لكن انا حاليا فكري فقط مع نادي السد. لكن بعد كاس العالم للانديه فتره ممتازه. شوف مع شوف بصراحه مع البطوله غاليه، انا من نفسي كنت حاب اني اقعد ارد على المشككين. يعني انا من نفسي كنت حاب اني اجلس في النادي اني ارد على المشككين، ما كنت حاب اني اعطي ظهري وانحاش. افهم من كلامك انك تعرضت لنقد قوي وضايقك. والله شوف، ما في شخص ما يحب طلب لوشي ما يقدم له نقد، لازم اي شخص يحب لاعب لازم يقدم له نقد، ما في لاعب طول عمره بيمشي في مستوى ممتاز، لكن الحمد لله اديت اداء جيد وعندي الافضل ان شاء الله بالفتره القادمه. لا تبع قدر المحبه عموما. خلفان يقول نصر السعودي بعد كاس العالم للانديه. والله ابوك يتمنى، قال انا اتمنى على فكره. والله على ببدا بكلامي على قولته، يقول يعني ما في دخان من غير نار. فدام انه في يعني دام انه طلع كلام فاكيد انه صدق، يعني النصر في يعني كلام من عندهم. تتمنى؟ والله حاليا والله حلو. الان تركيزك في كاس العالم للانديه؟ لا والله مش تركيز، انا بكلمك بكل صراحه، انا حاليا لا ما اتمنى اني احترف في المرحله، لان انا بالنسبه لي ما اعتبر ان التالق بس مباراه ومباراه، انا اعتبر التالق يعني موسم كامل او كحد ادنى يعني نصف موسم. طيب ليش ما نقول فرصه وتجربه جديده وفرصه في وقت مثالي؟ والله انا الحين يعني من فتره بعيد، انا كنت بعيد عن مستواي،
فالحين انا ما اقول انا رجعت لمستوي، بس انا اقول ان الحين ممكن قدمت مباراتين مثلا جيدين سواء مع المنتخب مع النادي، رضيت جمهور المنتخب رضيت جمهور النادي، لكن احب اني استمر في قطر اكمل هذا الموسم على اساس اني اثبت اقدامي انه والله فعلا خلفان عود. ممكن الحين انا مثلا ارجع في الدوري القطري وارجع مع المنتخب في مباراه تصفيات كاس العالم ما اقدم شيء، فانا بالنسبه لي هاي مش رجعه. لا خلينا متفائلين ان شاء الله. خلينا متفائلين. لا ان شاء الله. ليش ما نقول انتقال فريق كبير ودوري جماهيري ممكن تطور ادائك؟ لا انا احب اقنع نفسي، انا تهمني قناعه الناس لكن احب اقنع نفسي، انا ما وصلت لقناعتي الشخصيه لحد الحين. جميل، كلام جميل وصراحه تحسب لك. مسعد كلمه اخيره اختار لمن توجهها وتفضل خذ راحتك. نفس ما قلت لك، نفس ما بدينا نفس ما ننتهي، نوجهها للاداره ونوجهها الصراحه الدعم اللي من الاسره الحاكمه اللي دعمت الفريق من بدايه الرحله من طياره خاصه لنهايه الرحله لنهايه البطوله. واشكرهم واشكر من جاء من الاشخاص اللي حضروا بدعمهم الشخصي او يعني هم اللي دافعين تذاكر، هم جاي من قطر، وفي ناس جايين من فرنسا عشان يكونوا خلف الزعيم. وفي الاخير اشكر الناس اهلي الصراحه اللي كانوا سند لي في كل مباراه، واشكر اللعيبه على المجهود اللي ادوه. واخوك عبد الله الحمد لا اخوي عادي صار واحد من الجماهير. طيب شكرا جزيلا لكم طالب لوشي بالمبارك. الله يبارك ويخليك، يعطيكم العافيه، صراحه ما قصرتوا على حضوركم صراحه، يعطيكم العافيه. في شبه ما في شبه؟ في شبه. طيب مبارك خلفان، الف مبروك، اتمنى لك تقنع نفسك خلال الشهرين وبعدين الله يوفقك وين ما تروح ان شاء الله. سعد حمد المبارك ان شاء الله. ما راح اقول لك انت نخش بالحشيش يا المدرسه، يعطيك العافيه استريح. شكرا جزيلا لكم. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه التغطيه من ملعب المباراه الذي شهد تتويج نادي السد القطري بطلا لدوري ابطال اسيا، المره الاولى بمسماها الجديد والمره الثانيه في تاريخ هذه البطوله القاريه. وهجماته والله مدرسة، يلعب بفن وهندسة، وهجماته والله مدرسة، أبيض وأسود شعاره يا ويل من ذاق ناره، يا ويل من ذاق ناره. افرح يا جمهور وغني، بالفوز كل يهني، افرح يا جمهور وغني، بالفوز كل يهني، ابيض واسود شعاره والذيب يعوي انتصاره.